ضروري لازم قبيح. عملية. واو، لحظة، لا هيك انت دخلت يعني بصراحة بقلة ذوق. مقطعنا لليوم يا اخواني كثير 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 حماسي. مهووس الجمال نمر على مازن، والظاهر صايرة بينهم مشادات كثير، فاليوم بدنا نعطي ردة فعلنا على هالموضوع هذا، ومش رح نميل لأي فئة سواء هو ولا مازن، بدنا نحكي الحق. فقبل ما نبلش بالمقطع يا ريت لا تنسوا اهم شيء الصلاة على النبي، ولا تنسوا الاشتراك واللايك حبايب قلبي، ويلا نبلش في المقطع على طول. هلا بدي اعطيكم نظرة بسيطة عن الشاب اللي تنمر على مازن، خلينا نشوف. تحس بالجينات، كل جيل تسوي ريست ويبدأ من جديد. لو واحد من أجدادك قبل 200 سنة تزوج من قريبته، الجينات نقلها لعياله ما اختفت. هذا هو الشاب اللي تنمر على مازن. طبعا انتم اكيد من خلال المقطع عرفتوا اي نوع من انواع المحتوى هو بينزل، فخلينا نشوف يلا الكلام اللي قاله على مازن. أنا بهتم، بس أنا مو منهوس، أنا مو عندي حساب تيك توك خاص بهذا الإشي، وفي شباب كتير. كل واحد واهتماماته، يعني لو واحد ينزل محتوى أكل صار مهووس بالأكل، إذا واحد ينزل محتوى سيارات صار مهووس بالسيارات. ليش لما الموضوع يصير شكل صار موضوع هوس؟ أصلا دي مشكلتنا بالمحتوى العربي، مرة ما نتقبل الاختلاف. لا هي في هي النقطة لا تحكيش يعني إهواء بالسيارات ولا إنك تهوى الجمال. يعني أنت بتعرف مين هن المهووسين بالجمال؟ البنات. يعني بصراحة هي أنا ضده فيها بصراحة، وبعيد وبكرر يا إخوان، حنا لا مايلين لهالطرف ولا مايلين لهالطرف، حنا بنحكي رأينا، بنحكي وجهة نظرنا. خلينا نكمل. لازم كل المحتويات نفس لصق، لا ادخل الاكسبلور العربي كلهم نفس المواضيع، نفس الانتقادات، نفس كل شيء. وبعد طلع واحد بنيش مختلف قالوا عنه مهووس. يا اخي خلوا الناس تعيش يا عم، حتى هو محتوى انتقاد في 1000 واحد غيره ينزل نفس المحتوى انتقاد. حتى اتوقع عندنا المنتقدين اكثر من الحسابات العاديه. برضو بصراحة أنا ضده بهالكلام، يعني مش كل الناس طالعة على انتقاد، كثير في محتويات عربية مبدعة بصراحة. يعني في كلانات كمان طالعة تنزل أفكار كثير جديدة. ليش عممت إنه كله ردات فعل وأغلبهم رد؟ لا بالعكس، في محتويات جدا جدا جميلة بصراحة. في كتير شباب عم يعملوا عمليات تجميل هاي الفترة، صار الموضوع هذا جدا عادي، وهذا بيأكد كيف انه الشغلة هاي جاي، يعني الشغلة هاي للفوفو بويز. هو ليش ماسكه معاه موضوع انه اي شيء فيه تجميل وعمليات تجميل للبنات بس؟ رجال شوفوا يا اخوان، هي انا ضد مازن، هي انا ضد مازن. المهووسين في الجمال هي مش جاي، تمام؟ هو بيميل إلهم الصراحة، يعني كلنا بنشوف المهووس في الجمال انك انت عم تستأنف، بس انا بشوفها بحطها بكفة الدلع. يعني ما تربوش ممكن على الخشونة. يعني حتى هذا اللي عم يحكي عن الجمال بيجوز ممكن تعرض لموقف هو صغير، يعني حسسوا حدا تنمر عليه، علشان هيك شو قال يا اخي الجمال مهم، وعشان هيك بدأ الموضوع معه. بس انه جاي نحطه في فئة الجاي اي مهووس جمال، لا انا بحطه في فئة الطنطة. ما راح يروح عند الدكتور يقول حولني بنت. يا اخي افهم، الدكتور راح يعدل له وجهه على الشيء اللي يناسبك كرجال. هو الان ما جاب لا طاري دين ولا اخلاق ولا مخاطر، بس اعتراضه الوحيد انه عمليات تجميل للجيز. مش لنا، مش للشباب، مش للرجال. الرجال يروح يسوي عملية تجميل ليش ان شاء الله؟ الا لو اشي مثلا انت عندك ضروري لازم قبيح. عملية. واو، لحظة، لا هيك انت دخلت يعني بصراحة بقلة ذوق. شو هي انت قبيح؟ يعني انا هون بقلب عن جد ضدك. يعني الرجال ما حكى شيء، يعني فعلا يعني عمليات التجميل، يعني معليش انت بتتقبل شاب رايح لي يعمل لي هون شفايفه يكبرها ولا ينعم لي؟ لا غلط، بس هو وضح لك تمام انه اذا انت عندك عيب خلقي، تمام، مثل اللي تبعون الانف وهيك كذا، ايه مش مشكله، بس انك تعدل لي حالك عشان جمال وتنفخ لي شفايفك وهالمسخره، لا هي يعني ايه طنطه. انت دخلت بقله ذوق بصراحه هون. يعني معليش انت، يعني معليش في النهايه شوف وجهك وشوف وجهه، يعني هو اجمل منك. يعني نحكي الصراحه، انا مش مايل لكفته، بس نحكي الصراحه انه هو اجمل منك بكثير صراحة. وهي اساسا المنافسة بين رجالين بهالشي غلط. يعني ما فيش رجالين بيتنافسوا على الجمال. انا اطرح لك يعني من باب ان إذا انت جاي من باب الجمال هو اجمل منك صراحة، وانا ما بعرف رأي الناس، بس انا هي بعيني شايفه اجمل بكثير. وبنفس الوقت هي تجميلية، اوكي وقتها هذا اشي تاني. بس انا بحكي انه واحد مثلا زيي انا هلا الحمد لله ما فيني اي اشي اروح. هيك اشياء، اوربتل سيء، عيونك سيء، حواجبك سيء، زايجوس سيء، خشمك سيء. اكمل ولا خلاص؟ تسكوت، لا تكملش في حياتك يا حبيبي. شو هذا؟ شو هي خشمك سيء، عيونك سيئة؟ شو يعني؟ ليش انت صعدت الموضوع ويعني واو، يعني انه
كثير كثير انت اوفرت الموضوع يا رجل. هو كلامه صح. طيب انت لو وعيت كلامه، انا ما اعرف قديش عمرك انت بصراحه، بس لو وعيت كلامه وفهمته بنظره اعمق، انه الرجال بصراحه يعني حنا بزمننا هذا حنا مش محتاجين الشباب، تمام، لحتى يروحوا يهتموا بعمليات وينعموا لي وشفايف وهذا. حنا هلا بدنا الشباب تزداد خشونتهم عشان الجهاد في سبيل الله، علشان هيك امور. شو هي انفك وكذا كذا. كثير انت صعدت الموضوع بصراحه، غريبه بصراحه ردة فعلك. انا لازم اسوي هاي العمليه التجميل، هاي العمليه التجميل ضروريه جدا بحياتي. وفعلا ضروري. يعني هل في شيء ضروري اكثر من شكلك؟ يعني سؤال، بعطيكم بنتين، واحدة قبيحة واحدة حلوة، مهما كان فرق الشخصية بينهم، مهما كان القبيحة عندها فلوس ليش يعني معليش يعني شو هالكلام، شو هالولدنه يعني؟ معليش انت يعني انت هيك عن جد عم تصغر حالك. ليش هيك قاعد عم تهاجمه يعني بالنص الصريح؟ ليش انت كذا كذا كذا؟ هلا بدي ابين لكم ردة فعل مازن. يا اخي ردة فعل مازن يا اخي انا شفتها بصراحه طالعه من رجل واعي وكبير. يعني حتى قال له اذا بطحه وراسك، يعني هي انت هو ما قال لك هيك الا انت انك زودتها في الحكي، وحكيك كثير كان حاد معه. واحدة حلوة، مهما كان فرق الشخصية بينهم، مهما كان القبيحة عندها فلوس ومكانة، كلكم راح تختاروا نفس البنت اللي أنا اخترتها. ونفس الشيء البنات، لو أعطيكم واحد رجال قبيح وواحد حلو جذاب، كلكم راح تختاروا نفس الرجال الجذاب. عشان كذا يا أخي مثالك أو فكرتك مش راح أقول عنها غبية، تمام، خلينا نصلح المصطلحات شوي، تمام، بس بقول عنها إنها خطأ. ليش؟ لأنه هي في النهاية بتصب إنه خلقة ربك، يعني واحد قبيح وواحد حلو، يعني خلقة ربنا، يعني لا اعتراض على قدر الله يا أخي، هذا قدره هيك وهذا قدره هيك. ممكن هذا مرسول وخلق له مهمة وهذا له مهمة يا أخي، ما اختلفنا، الجمال مهم والله العظيم مهم. أنا بعتني بحالي، أنت بتعتني بحالك ما شاء الله عليك، هو بيعتني بحاله، كنا بنعتني، بس حنا قصدنا الهوس لهالدرجة بالجمال. حتى أنا كنت بدي نزل مقطع عن هالموضوع، قديش إنه شباب المسلمين صاروا مهووسين بشكل مش طبيعي في الموضوع. يعني حنا ما بدناش هيك، حنا بدنا خشونة، ما بدناش ليونة. كلكم شكلك وطولك و99% من وضعك مع الجنس الآخر، فلوسك، مكانتك، أو يمكن شوية شخصيتك، بس غير كذا شكلك هو كل شيء تقريبا. كل شيء تقريبا، كل شيء شكلك. لا أنا ضد هالكلام. الرجل يقاس مش بجماله، الجمال مش للرجال في النهاية، أناقة، كاريزما، اهتمام بالذات. ما اختلفنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من المنزل كان يمشط شعره، ما اختلفنا. بس انت لما تجيني وانت مهووس بجمالك، مهووس باعتناء بنفسك، يعني خلينا نشوف هالمقطع له ضحكني. يا عيال، بما ان كثير طلبوا اني اقيم المتابعين، فقلت يلا ليش لا. الفكرة راح تكون اني اخذ مجموعة واقيمهم مقطع واحد. معليش يعني انا نظرتي كإنسان قوي او اي حدا قوي، يعني مين انت حتى تقيمني؟ انا مش عن هاجمك لشخصك، بس فعلا يعني كفترة عزة النفس مين انت حتى تقيمني؟ يعني معليش جمالك والله العظيم اقل من عادي، وعزة جلال الله يا اخوان مش قاعد عن لوفك ودور، جماله اقل من عادي صراحة. بعدين شوفوا اللي في التعليقات، قيموني. مين اللي يقيمك؟ انت ما في حدا بيقيمك، انا ما في حدا بيقيمني. ليش تنتظر من انسان مثله مثلك انه يقيمك؟ بصراحة شيء كثير كثير بنقده انا هالموضوع هذا. هو طبعا ممكن يقول حدا انه تكبر، لا مش تكبر، بس لا يعني ان قيمتني وشوف الموضوع اللي يعني قيمني عليه، جمال. غريب. اشياء، اوربتل سيئة، عيونك سيئة، حواجبك سيئة، زايجوس سيئة. يمكن انت في على راسك بطحة وحسست عليها، ما بتقدر انت تطلع تحكي على اشكال ناس وبالاخر انت هيك، فاهم علي؟ بده يوريك عقلية اللي ينتقدوا اللوكس ماكس، المنتقدين بشكل عام. لوكس ماكسم بعيد وبكرر، هو ما رد هيك الا انه طريقة كلامك كانت قاسية بصراحة إله، ويعني عشان هيك هو اخذها بطريقة سيئة. يعني واحد طالع عن يحكي بموضوع صح الموضوع فعلا تمام، جاي انت عم تقول انفك وشكلك وانت قبيح، مش قيمة، يعني فاهم علي؟ بدك تنتقد، بدك تطلع تحكي، احكي بشكل يعني مرتب، يعني شكل محترم، لا تجيبش كلام الناس لحالك. على العموم يعني هذا كان عنوان مقطعنا لليوم، اتمنى استمتعتوا فيه باذن الله. عاد ان شاء الله ينهوا القصة على هيك، لانه في واحد كانه كاتب الرد جاي. فعلى العموم كان معكم المختار اسماعيل من قناة المختار اسماعيل. حبايب قلبي لا تنسوا الصلاة على النبي اهم شيء، ويلا يعطيكم العافية، ويا ريت تشتغلوا على أهداف أسمى من جمال وهالمسخرة هي. يعطيكم العافية.